السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بحضراتكم في سيشن جديد من الكورس بتاعنا الخاص بتحليل البيانات، وإن شاء الله مكملين مع حضراتكم في المبادئ الإحصائية اللي بدأناها في السيشنز اللي فاتت. طبعا احنا اتكلمنا في السيشن اللي فات عن الفريكوانسي ديستريبيوشن وشفنا التايبس بتاعته، سواء كان للكواليتيتيف داتا أو كوانتيتيف داتا. طيب نيجي بقى عشان نبدأ السيشن بتاعنا. هل الفريكوانسي ديستريبيوشن ده هو خلاص ده المقياس الوحيد اللي اقدر اطلع منه داتا او اطلع منه معلومة؟ طبعا الإجابة غلط طبعا، لأن في ميجرز تانية أو في حاجات تانية أنا ببقى عاوز أستفاد منها من الداتا بتاعتي. وليكن مثلا أنا كصاحب مصنع عاوز أقيم المنتجات بتاعتي خلال مثلا سنة، بالنسبة إيه لكل شهر مثلا الإنتاجية بتاعتي، هل الإنتاجية بتاعتي مظبوطة مثلا، هل الإنتاجية بتاعتي بتعلى بتنقص، الكلام ده كله. عاوز درجة معينة أو رقم معين يقول لي متوسط أو تقييمي للداتا بتاعتي أو تقييمي للإنتاجية بتاعتي. نفس الكلام مثلا أنا لو في فصل وعندي طلبة والدرجات بتاعتها، عاوز أدي تقييم للفصل ده، هل الفصل ده فعلا فصل متفوق أو فصل يعني عادي أو فصل عاوز شوية من التركيز معاه في مادة معينة مثلا أو حاجة زي كده. كل ده اسمه سمرايزنج للإيه؟ للداتا اللي عندي. سمرايزنج يعني إيه؟ بختزل الداتا اللي عندي كلها في فاليو واحدة أو قيمة واحدة تقول لي أو تديني تقييم عن المنتج بتاعي، عن الدرجات بتاعتي، عن ايه، كل الحاجات دي. طيب من هنا جه فكرة الميجرز اوف سنترال تندنسي. مثلا ده نوع من انواع الميجرز اللي هنبدأ نشتغل عليها ايه خلال السيشنز اللي جاي. اول ميجر او اول حاجة اسمها ايه؟ ميجرز اوف سنترال تندنسي. بالعربي كده اسمها ايه؟ مقاييس النزعة المركزية. يعني ايه مقاييس النزعة المركزية؟ يعني ايه؟ انا عندي عدد من الداتا اهو، ماشي، كل الداتا ديت عاوزة تيجي ناحية المتوسط، كلها بتنتشر تيجي ناحية المتوسط، تمام، او ايه، وسط الداتا يعني بمعنى اصح. تمام. طيب مقاييس النزعة المركزية ديت اكتر من مقياس. اولهم حاجة اسمها ايه؟ المين. ماشي. تاني حاجة اسمها ايه؟ الميديان. تالت حاجة اسمها ايه؟ المود. رابع حاجة اسمها ايه؟ الكوارتايلز. خامس حاجة اسمها ايه؟ البرسنتايلز. دي خمسة من الميجرز الخاصة بالايه؟ بالسنترال تندنسي. بالمناسبة السنترال تندنسي دي برضو ليها مسمى تاني اسمه ايه؟ لوكيشن تندنسي. لوكيشن تندنسي او بوزيشن تندنسي. دي برضو من المسميات الخاصة ايه؟ بالسنترال تندنسي. السنترال تندنسي طبعا بايه؟ زي ما قلنا كده بتعمل سمرايزنج للداتا بتاعتي في فاليو واحدة. تمام. طيب نمسك اول حاجة المين. طبعا اختلاف او ايه تعدد الميجرز ديت برضو حاجه صحيه جدا وحاجه هنستفاد منها وهنشوفها دلوقتي. كل ميجر من دول المميزات بتاعته والعيوب ايه بتاعته. هناخد اول حاجه اللي هو ايه؟ اللي هو المين. المين هنا، تمام، احنا بنسميه ايه؟ المتوسط الحسابي. تمام. طب او بمعنى صح او بنسميه او هنسمع كتير للايه؟ الافريج. الافريج الايه؟ المتوسط. انا بيبقى عندي رو داتا مثلا زي كده، مثلا اكس 1 اكس 2 اكس 3 وهكذا لحد ايه؟ اكس ان. كل دي ايه؟ يعتبر داتا ست عندي. ماشي. وليكن مثلا داتا ست دي عباره عن درجات الطلاب، عباره عن مثلا الانتاجيه بتاعه المصنع، عباره عن اطوال ناس، عباره عن اي حاجه من الحاجات اللي ممكن تتخيلها ليه كوانتيتيف. ماشي. كوانتيتيف. ماشي. يبقى خدنا كده او نعرف المين
بيشتغل على الداتا الايه كوانتيتيف. ماشي، عندي اهو داتا سيت اكتر من ايه، اكتر من فاليو. تمام، عاوز اجمع او اعمل سمرايزنج للداتا ديت في فاليو واحده تديني حاجه او تديني متوسط الايه الداتا اللي بتاعتي دي. فبعمل ايه؟ بقول الايه المين ده، وبالمناسبه ليه كده نوتيشن اللي هو الايه الاكس بار. ماشي، بسمي بيساوي الايه sum of xi. الاي دي طبعا اللي هي 1 2 3 اللي هي الفاليوز بتاعتي على ايه، على ان اللي هم عددهم. هتلاقي ببساطه خالص اللي هو ايه مجموع الايه الفاليوز اللي فوق على عددها. ماشي، يعني مجموع الايه مجموع الاكس 1 زائد اكس 2 زائد اكس 3 وهكذا لحد اكس ان. ماشي، على ايه على ان. ماشي، هيدينا في الاخر الايه المتوسط بتاع الداتا بتاعتي. تمام. طيب ناخد مثال على الايه على المين كده. وليكن انا عندي ايه، عندي اهو على الاكزامبل بتاعنا عندي ايه فاليو مثلا 3 و5 و2 و1 ايا كان الفاليو دي بتاعتي ايه. انا بتكلم في ايه فاليوز يعني عموما يعني. تمام. طيب عاوز اجيب المين بتاعها، اعمل ايه؟ الاكس بار بيساوي السم اوف اكس اي على ان، اللي هما ايه 3 زائد 4 زائد 5 زائد 2 زائد 1 على ان اللي هم مجموعهم كام 5. هيطلع في الاخر كام؟ ادي 15 على 5 هيساوي 3. حلو كده. تمام، دي يعتبر الايه ده المتوسط بتاعت الداتا بتاعتي. تمام، متوسط الفاليوز بتاعتي اللي هم ايه 3. طيب مميزات بقى الايه المين ايه. اول حاجه ان هو سهل الحساب، ان انا اقدر ايه ان انا اقدر اجيب الحساب بتاعه. تمام. رقم اتنين، كل البيانات بتاعتي بتدخل في الايه في الحسبه بتاعتي، يعني مفيش داتا انا بضيعها. يعني كده طبعا زي ما احنا عارفين طبعا ان الداتا دلوقتي كل الداتا دلوقتي بفلوس. مفيش حاجه ايه هنهدرها، مفيش داتا هنضيعها. لا، كل الداتا بتاعتي داخله معايا في الايه في الحسبه بتاعتي بتاعت الايه بتاعت المين. تالت حاجه ان هو ايه ليه معنى طبيعي. يعني ايه ليه معنى طبيعي؟ يعني لو جيت كده وخدت الايه المتوسط بتاع اللي هو ايه في المثال بتاعي اللي هو 3. 3 ده عملته ايه؟ عملته 5 مرات. ماشي، في نفس الداتا سيت بتاعت 3 3 3 3 3 هو هيدينا نفس القيم بتاعت الايه المجموع بتاع الايه الارقام اللي فاتت كلها. لو جمعت الثلاثه دي بنفس عدد المفردات اللي هي موجوده عندي في المثال، او مجموعه عندي او موجوده عندي مثلا في الداتا سيت او في الحاجه اللي انا بحسبها، تمام، هيطلع ايه هيطلع متساوي. هتلاقي القيمه ايه متساويه بين الفترات بتاعتي. تمام. طيب عيوب بقى الايه المتوسط دوت، عيوبه اللي هي ايه الاوتلايرز. يعني ايه الاوتلايرز؟ يعني القيم الشاذة. يعني ايه قيم شاذة؟ يعني لو جيت انا مثلا اهو كمثال مثلا 3 نفس المثال اللي فات 4 5 ماشي 2 20 قيم شاذة. يعني قيم ايه هتلاقيها يعني غير منطقية بالنسبة للداتا سيت بتاعتك كلها. تمام، سواء كانت اكبر او ايه او فاليو ايه او فاليو اقل. تمام، فدي يعتبر ايه عندنا اوتلاير. تمام، فاحنا لو قلنا مثلا عملناه هو قلنا عاوزين الايه الاكس بار اللي هو المين يعني اللي هو مجموع الارقام اهو 3 زائد 4 زائد 5 زائد 2 زائد 20 على كام على 5. هنلاقي بيساوي بكام؟ هنلاقي بيساوي مثلا اللي هو كام 34 اهو على كام على 5. بيساوي كام في الاخر 6 وكام و8 من 10. طبعا الفاليو شايفين فاليو طبعا كبيره اصلا على الداتا سيت المنطقيه او الداتا الموجوده في الايه كداتا منطقيه مثلا جوه الداتا سيت. تمام، فده يعتبر ايه عندي اوتلاير هو بيتاثر بيه. تمام، ده طبعا حته نشوف الاوتلاير ديت طبعا هنقولها ايه خلال السيشنز اللي جايه ان شاء الله، ازاي اعرف الاوتلاير الموجود في الداتا سيت. تمام، يبقى كده ايه عرفنا حاجه عن المين. طيب نيجي بقى بعد كده ايه على الميديان. الميديان ده اللي هو ايه الوسط الحسابي.
الوسط الحسابي ده يعتبر بيلغي او بيحل لي مشكله الاوتلايرز الموجوده فين؟ في المين. تمام، لان هو بيجيب لي في الاخر بيقسم لي ان الداتا سيت، لو انا عندي مثلا داتا سيت اهو، ادي يعتبر دي داتا سيت اهو، بيقسم لي الداتا، بيجيب لي المين بيكون في نصها بالظبط، والداتا على يمينه مثلا 50%، والداتا على شماله ايه 50%. تمام، بقسم لي ايه الداتا ايه على جزئين. تمام، ده ايه ده وظيفه الميديان. طيب الميديان، اول حاجه عشان اجيب الميديان بيبقى عندي طبعا الداتا سيت بتاعتي ماشي، بيبقى ايه الارقام فيها ايه مش مترتبه. اول حاجه اول خطوه عشان اجيب الميديان ان انا اعمل ايه ارينج او اعمل سورت، يعني ترتيب للايه للداتا بتاعتي ايه جوه الداتا سيت بتاعتي. تمام. طيب عندي طبعا الداتا سيت ممكن تكون الان او عددها يعني، لا اما ايه لا اما ايفن اللي هو زوجي يعني، وفي الحاله دي القيمه اللي في النص دي بيبقى ايه اتنين فاليو اللي هو الايه بيسميها الاكس دلتا. ده الايه الاكس دلتا اللي هو ايه الميديان، بوبا بنسويها الاكس في ان على 2 زائد الاكس في ان على 2 زائد 1. ماشي، على ايه على 2 هيجيب لي الاكس دلتا اللي هو الايه الميديان. تمام، او تكون ايه اود اللي هو ايه فردي، الاكس دلتا ساعتها هيساوي ايه او هيساوي الاكس في ان زائد 1 على 2. ماشي. طب احنا ايه في الميديان احنا مش نحتاج القوانين دي او ما بنوصلهاش قوي، وده اللي هوريه لكم في المثال اللي ايه في المثال اللي جاي. تمام، ادي مثال مثلا على الايه على الميديان. عندي الداتا سيت بتاعتي عبارة عن ايه 3 4 2 1 5 2 3 1 4 6 7. دي يعتبر الايه الداتا سيت بتاعتي. اول خطوة زي ما قلنا ايه نعمل ارينج. ماشي، يبقى واحد اتنين، ماشي اتنين تلاتة تلاتة أربعة خمسة ستة سبعة. ده الترتيب. طيب الداتا بتاعتي دي الان كام؟ واحد اتنين تلاتة أربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة عشرة حداشر ايه 11 فاليو. تمام، هنقسم 50% هنا و50%، يبقى ايه 11 يعني 5 الناحية دي، دول 5 اهم. ماشي، وخمسة ايه الناحية دي، يبقى عندي الميديان بتاعي كام؟ اللي هو رقم 3 ده، ده يعتبر الميديان. الاكس دلتا بيساوي كام؟ بيساوي 3. تمام. طب احنا لو زودنا رقم خليناهم 12، يعني عملنا مثال كده تاني، المثال تاني اهو، وقلنا مثلا ده 3 5 2 7 1 3 ادي 4 6 8 9 5 ادي 4. ماشي، قلنا نعمل اول خطوة الرينج، يبقى 1 2 3 3 ادي 4 4 5 5 6 8 9. ماشي، وقلنا لان كام 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11، كده في رقم ناقص، قلنا مثلا وليكن هنا 10. كده ايه خليناهم 12 رقم اهو، يبقى الان بتاعتي كام 12، يبقى عاوزين هنا يبقى 6 او 6 هم، وادي 6 هم. حلو، ماشي. هاخد بقى الرقمين اللي في النص دول واقول ايه
الإكس دلتا بيساوي 4 زائد 5 على 2 بيساوي كام؟ 4 كده كام؟ بيساوي 4.5. ماشي؟ ده يعتبر كده الإيه؟ الإكس دلتا أو الميديان بتاعي. طيب نيجي بقى لتالت حاجة واللي هي اسمها إيه؟ المود. المود ده يعني من اسمه كده اللي هو إيه؟ القيمة الأكثر انتشارا. القيمة الأكثر إيه؟ انتشارا. القيمة الأكثر انتشارا جوه الإيه؟ الداتا سيت بتاعتي. فأنت هتلاقي أصلا إحنا بنتكلم وإحنا بكلامنا العادي بتلاقينا إيه؟ بنقول أنت مودك حلو مودك وحش، يعني إيه؟ الغالب على طبعك أو الغالب عليك دلوقتي إن المود حلو، المود وحش، وهكذا. فده الإيه يعتبر دي برضو من إيه؟ من المود. يعني إيه المود أو القيم الأكثر انتشارا؟ يعني أنا لو عندي مثلا داتا سيت زي كده 3 1 2 4 5 6 1 2 3 1. تمام، هنلاقي ان القيم الاكثر انتشارا هي ايه؟ هي الواحد. يبقى المود بتاعي هنا بيساوي كام؟ بيساوي واحد. تمام. طيب انا لو عندي مثلا اي اكس تاني اهو، اكزامبل تاني 3 1 2 2 4 5 6 1 2 3 1. هلاقي هنا المود كام؟ أكتر قيمة متكررة. هنلاقي 2 و2 و2 وأدي 1 1 1. هنلاقي بالمود 1 و2. طيب لو في حاجة زي مثلا كده وليكن قلنا مثلا إيه 3 و3 1 و2 و2 4. طيب هل كده في مود؟ لا، هنلاقي إيه؟ هنلاقي إن المود هنا إيه؟ مفيش مود أو نو مود مثلا أو نو مود. ليه؟ لأن القيم متكررة كلها إيه؟ بنفس الشكل. يعني هنا من ده اتنين ومن ده اتنين ومن ده اتنين وده من ده اتنين متكررين، كل ست متكررة مرتين. ففي الحالة دي بنقول إيه؟ إيه نو مود. تمام؟ طيب ده يعتبر كده إيه؟ الثلاث حاجات الأساسية في الميجرز اوف سنترال تندنسي. المين والميديان والمود اتعرفنا عليهم كلهم وادينا اكزامبل على كل واحدة من الايه؟ من الميجرز دي. ان شاء الله هكمل في السيشن اللي جاي الكوارتايلز والبرسنتايلز، وهنشوف ازاي نطلع من الداتا سيت الاوتلايرز بتاعتنا ان شاء الله. واكتفي بهذا القدر ان شاء الله النهارده، واشوفكم على خير باذن الله تعالى في السيشن الجاي. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.